أغنى لاعب كرة قدم ليس مجرد شخص قوي، إنه أغنى من رئيس الولايات المتحدة، وثروته تجعل دونالد ترامب يبدو صغيرا. إنه أغنى من رونالدو وميسي مجتمعين. إليك أغنى 5 لاعبي كرة قدم في العالم. في المركز الخامس نيمار جونيور بثروة 21 مليون يورو. عاد إلى سانتوس لكنه لا يزال يحقق الملايين بفضل شراكاته وإعلاناته رغم كثرة الإصابات. في المركز الرابع ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي، رجل أعمال وسفير لعدة علامات تجارية بثروة 450 مليون دولار. لم يعد يلعب لكنه ما زال يربح مبالغ ضخمة. في المركز الثالث ليونيل ميسي بطل العالم وأسطورة كرة القدم، تقدر ثروته بحوالي 650 مليون دولار بفضل عقوده ورعاياته واستثماراته. في المركز الثاني كريستيانو رونالدو ملك التسويق الرياضي، علامة CR7، الفنادق، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وعقده مع نادي النصر بثروة تجاوزت المليار دولار. أما في المركز الأول هذا اللاعب يملك ثروة أكبر منهم جميعا مجتمعين. نحن نتحدث عن ثروة ضخمة جدا تجعل المليارديرات يبدون أشخاصا عاديين. إذا كنت تعرف من هو الرقم 1 اكتب اسمه في التعليقات. هل سمعت الخبر؟ أخيرا تم السماح رسميا لليونيل ميسي بإنشاء حساب على منصة تيك توك. كانت إدارة المنصة مترددة لفترة خوفا من أن تتسبب شعبيته الهائلة في ضغط كبير على خوادمها، لكنها في النهاية قررت خوض المغامرة وكانت النتيجة صادمة. ففي غضون 6 ساعات فقط من إنشاء الحساب حصل ميسي على أكثر من 5 ملايين متابع وأكثر من 10 ملايين إعجاب، وبذلك حطم الرقم القياسي لأسرع نمو في عدد المتابعين في تاريخ تيك توك وجذب انتباه الإنترنت بأكمله. والآن عندما تبحث عن ميسي على تيك توك يظهر حسابه الرسمي الموثق دائما في أعلى نتائج البحث، بينما يتم حذف الحسابات المزيفة بسرعة. وقد وصف كثير من الجماهير ذلك بأنه انتصار للإنترنت، لأن الناس ظلوا لسنوات في حيرة بين عشرات الحسابات المزيفة دون معرفة الحساب الحقيقي. ورغم أن ميسي كان قد وسع حضوره سابقا على يوتيوب وإنستغرام، فإنه لم يشهد من قبل هذا النمو السريع والمباشر. ووصف التيك توك هذا الإطلاق بأنه لحظة تاريخية، كما تشير التقارير إلى أنه يتم تجهيز ميزات حصرية لميسي لن يحصل عليها أي مستخدم آخر. وإذا كتب ميسي تعليقا فقد يظهر خيار يطلب من المستخدمين إرسال اسم حسابهم الرسمي. فاجأ كريستيانو رونالدو كثيرا بالطلب الذي طلبته منه ابنته ألانا. في أحد الأيام عادت ألانا من المدرسة وهي تبكي، فأسرعت جورجينا إليها وسألتها: حبيبتي ماذا حدث؟ لماذا تبكين؟ مسحت ألانا دموعها وقالت: ماما، كل صديقاتي سخرن مني لأن فستاني كان متسخا. حاولت جورجينا أن تواسيها وقالت: لا بأس يا حبيبتي، سأشتري لك فستانا جديدا. ركبتا السيارة وذهبتا إلى المتجر، وبعد أن تجولتا قليلا توقفت عينا ألانا عند فستان وردي جميل وأضاء وجهها فورا، وقالت بحماس: ماما، هل يمكنني أن آخذ هذا الفستان؟ نظرت إليها جورجينا وقالت: لا أعتقد أن هذا الفستان مناسب لك يا حبيبتي. وبدلا من ذلك اشترت لها فستانا آخر كان ثمنه أكثر من 10,000 دولار. رسمت ألانا ابتسامة صغيرة، لكن كان واضحا أن قلبها ما زال متعلقا بذلك الفستان الوردي. في تلك الليلة أخبرت ألانا والدها بكل ما حدث. أراد رونالدو مساعدتها لكنه كان مشغولا ولم يستطع مغادرة المنزل. وفي صباح اليوم التالي بقيت ألانا حزينة ولم تتناول الإفطار ورفضت الذهاب إلى المدرسة. لاحظ رونالدو أن هناك شيئا ليس على ما يرام، فسأل جورجينا عما حدث فأخبرته بالقصة كاملة. من دون أن يضيع أي وقت ذهب رونالدو بسرعة إلى متجر غوتشي، لكنه اكتشف أن الفستان قد بيع بالفعل، ومع ذلك لم يستسلم، فقضى اليوم كله يتنقل من متجر إلى آخر مصمما على العثور على الفستان الوردي نفسه، وأخيرا وجده. وفي صباح اليوم التالي فاجأ ألانا بالفستان الذي كانت تحلم به، وما إن رأته حتى أضاءت عيناها من شدة الفرح وصرخت بسعادة، ثم بدأت ترقص في أنحاء الغرفة. إذا كنت تعتقد أن رونالدو أب رائع فلا تنسى الإعجاب بالفيديو واكتب في التعليقات CR7. كان رونالدو جالسا في المدرجات يشاهد مباراة جونيور. كان جونيور في قمة مستواه يسجل هدفا تلو الآخر، ولم يستطع رونالدو التوقف عن تشجيعه، لكن أحد الخصوم شعر بالغيرة وبدأ يستفز جونيور باستمرار. تجاهله جونيور وظل مركزا على المباراة، وبعد لحظات قام نفس اللاعب بتدخل عنيف وخطير جدا وأسقط جونيور أرضا، ورغم ذلك لم يفعل جونيور أي شيء. في اليوم التالي كانت جورجينا وجونيور في المدرجات لمشاهدة مباراة رونالدو، وخلال المباراة رأى رونالدو نفس اللاعب
اللاعب يستفزه فدفعه بقوة ليسقط على الأرض. عندها قال جونيور بحماس: أنا أيضا سأفعل الشيء نفسه. وفي اليوم التالي واجه جونيور الفريق نفسه من جديد. صرخ رونالدو من المدرجات: لا ترتكب أي خطأ يا جونيور. لكن جونيور دفع نفس اللاعب إلى الأرض فأشهروا الحكم له البطاقة الصفراء ثم طرده من المباراة. لكن ما فعله رونالدو بعد ذلك سيصدمكم وسأريكم ما حدث. لكن أولا، إذا كنتم تعتقدون أن رونالدو أفضل من ميسي فاتركوا إعجابا واشتركوا في القناة واكتبوا في التعليقات CR7. وهذا ما حدث. نظر رونالدو إلى جونيور وقال: لا حاجة لاختبار الحمض النووي، إنه بني بالفعل.